السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفت حضرتك. أنا المواطن محمد مصطفى شرف الدين من دسوق. يا مرحبا يا أستاذ محمد. بتقول لي شهر الربيع. تشرفنا جدا. أنا صحابي 73 كنا طلع بوش كنا 19 كتيب مشاهد وكتيب مشاهد تنساح مشاهد. شفت الحرب وشوف الحرب عينيته وشوف اللي ما حد شافه عشان نطهر البلد من الخونة وبعدين نعالج مش عارف عن الحاجة وأحيي الشعب المصري وأتمنى إنه يعملوا أي حاجة. طب تمام، عرفت ان حضرتك عندك مشاكل. ايه المشاكل اللي عند حضرتك وانت كنت مجند في القوات المسلحة اثناء حرب 73 وايه المشاكل اللي انت بتعاني منها حاليا؟ المشاكل انا عايز شركة عشان بعد عيالي مش لاقيين حاجة وشايف ان الواقع ده اللي عايزه من ربنا. طب انا عارف ان انت بتاخد معاش 200 جنيه ما يعملوش حاجة يجيبوا عيد لرجليا وانا عايز كله. يعني دلوقتي الدولة مش قادرة تديلك مع انك من جنود القوات المسلحة مش عارفة تضعيف تديلك معاش 200 جنيه وانت راجل دلوقتي عندك كام سنة؟ انا عندي 63 سنة. 63 سنة دلوقتي وبتاخد 200 جنيه. عندك كام كام عيل؟ عندي 4 3 أولاد وبعدين شقة عندي محل شقة جوه فيها. إيجار ولا إيجار؟ وربنا معانا بحال وكل حد شوف فيه وعايز بس المصرف اللي معايا حاجة ما يبدو اكتوبر تعرف الثالث سنة 19 وما اتعلمت وانا كنت مصر ولا خدت اي حاجة وانا مصر طلعت كده من ربنا. تكوينك دي هتوصل بجد الفريق السيسي مباشرة. انا الفريق السيسي وعايز اقول كلمتين للفريق جميلة الأنس يقول للرجال يا سيدي جمعت فينا نصرنا في من يا سيدي ولا حد همك وقلبك لله خالص وزاد النصر الله يصونك وجودك قدام النصر على خاطر مصر يحفظك ربنا يا مدير. شاكرين والف شكر للتمرد. احنا معانا احدى المواطنين اللي موجودين النهارده في ساحة مسجد الإبراهيم الدسوقي بدسوق للاحتفال بعيد النصر عيد السادس من أكتوبر. اتعرفوا عليك يا حاجة؟ اسمي سامية أحمد مقلق مديرة مدرسة بتاع المعارف. يا أهلا وسهلا يا فندم. أنت نازلة النهارده عشان تحتفل أنت والأسرة في إطار الاحتفالات في الذكرى السنوية في عيد أكتوبر؟ طبعا. طب إيه الفرق السنة دي؟ إيه الفرق السنة دي؟ أنا بحتفل بأكتوبر من أول أكتوبر من يوم 1 أكتوبر وأنا في البيت مع الأحفاد. شايف تغيير السنة دي بالذات في الاحتفالية بتاعت عيد أكتوبر؟ طبعا ده تغيير كبير جدا. أول مرة نلمس التغيير الكبير ده وأول مرة فعلا بجد نحس بأكتوبر. أكتوبر الفترة اللي فاتت كانت ناسا بجد. السنة اللي فاتت دي المفروض ما تتحسبش من تاريخ مصر خالص. السنة بتاعت الإخوان اللي عدت دي يوم ركب على العربية ولف بيها الإساء ومعاها كتب الإستادات ده المفروض ما كانش حد يجيبها طبعا ده كان غصب عن الكل انه يطلع. طب ممكن نعرف ايه هي مواصفات الرئيس القادم لمصر من وجهة بجد ومن قلبي والله مصر عايزة حاكم في الفترة اللي جاية دي بالذات لأنها فترة حساسة جدا. هي فترة حساسة جدا. هي عايزة حاكم يعني بالأكثر يكون عسكري. بمعنى يا ريت وانا اتمنى ان هو يكون عبد الفتاح. بشكرك جدا يا فندم والله من كل قلبي وبقول له كلمه واحده. لو ربنا قدرك واحنا كلنا معاك بقلوبنا متى تكون الرئيس القادم اول حاجه بقولها لك تعمل العداله الاجتماعيه بين الشعب المصري. بس بتمنى اول حاجه تعملها العداله الاجتماعيه يعني ما يبقاش في تأييد زي ما احنا بنشوف دلوقتي بتمنى الخير لحضرتك انت وان شاء الله للمسؤولين وكل سنه وانت طيبه. يا رب يا حبيبي. نتسلك شويه. اتعرف حضرتك احمد جمال صندوق حملة تمرد السوق. ايه بعض الملاحظات اللي انت ملاحظها يا استاذ احمد وعايز تتكلم فيها بصفه ان انت شاب وفي مرحله بنمر بيها صعيبه جدا في بلدنا؟ والله يا فندم انا شايف ان رئيس مجلس المدينه الحالي بيوعدنا وعود كتير
من غير اي تنفيذ، مفيش اي تنفيذ على ارض الواقع. تمام. يا ريت يا استاذ احمد نقول ايه وايه السبب وايه هو الموضوع عشان ما حدش يتهمنا ان احنا بنتهم حد جزافه. وعدنا يا فندم مطالبات كتير، يعني زي العيش مثلا، منظومه العيش 1000 فصول لكل مواطن هياخد حقه في العيش ال20 جنيه. طبعا في مواطنين لحد دلوقتي ما بياخدوش العيش بتاعهم. شركات باقي العيش مستشرة العيش يا فندم وبتزود السعر اللي هي عايزاه. وعد يا فندم شباب السوق ان في فرص عمل كتيره هتتوفر في الوقت الحالي، بحيث ان شباب السوق كله قاعد يا فندم ومفيش حد بيشتغل. ايه المشاكل الثانيه اللي بتواجهنا هنا برضه؟ عندنا يا فندم مشكله زباله، عندنا مشكله رصف. كان قد الميزانيه للرصف يا فندم رصف تقريبا شارعين هنا جنب الميدان، واغلب شوارع الدسوق مش مرصوفه. عندنا مشكله صرف صحي. تمام. صرف صحي برضه عندنا شارع الجمهوريه كله يا فندم مليان مجاري، مفيش حد بيحله، وعامل المجاري دي يبص ويمشي تاني. مشكله الصحه، المستشفى العام. المستشفى العام حضرتك المستشفى العام فيها سلبيات كثيره جدا، المهملين لاقصى درجه. تمام. مفيش اي رقابه على الموظفين اللي شغالين على الدكاتره. المريض هناك بيتعامل اسوء معامله. عايزين نحسنوا الوضع عشان مش اكتر، عايزين مسؤول يحس بهموم الناس ويحلها مش اكتر. اخر كلمه بتوجهها للسيد المحافظ المستشار محمد عزت عجوه، مستشار محافظ كفر الشيخ. احب اقول للسيادة المحافظ يا ريت تنظر بعين الاعتبار لشباب مدينه دسوق، لان مدينه دسوق دفعت كتير من السنين اللي فاتت ثمن. احنا عايزين نحس ان احنا قلنا الثوره، عايزين نحس بمكتسبات الثوره، عايزين نجلس ورا الثوره بتاعتنا. لكن للاسف في النهايه الشباب بيقوم بالثوره، في الاخر بيجي اي عامل او اي مسؤول بيدخل مجلس المدينه بيتعين في اي مكان، وشباب الثوره كله يا فندم ما حدش بياخد اي حاجه. وده كان احد الاصوات الدماء الساخنه من شباب مصرنا الغاليه وحالهم وظروفهم التي نعلمها جميعا، لكن مفيش فايده. ورا بره يا احنا